حتى في الابتلاء، حتى في عدم استجابة الدعاء. إذا لم يستجب لك ربك دعاءك فهذه هي استجابة. ليه؟ لأن لو أعطاك هذا الأمر ربما تمردت. إن من عبادي غني لا يصلح إلا الغنى، لو أفقرت لفسد حاله، وإن من عبادي فقير لا يصلح إلا الفقر، لو أغنيت لفسد حاله، وإن من عبادي صحيح لا تصلح إلا الصحة، لو أسقمت لفسد حاله، وإن من عبادي سقيم لا يصلح إلا السقم، لو أصححته لفسد حاله. أقول لك شيء، بشار بن برد، بشار ده كان شاعر صعلوك، وكان إيه؟ كفيف، فكان ياخدوه بالعافيه كده امير المؤمنين عشان يطوف يعمل عمره، فيسمع صوت الملبيات، فكان يقول ايه؟ يا قوم اذني لبعض الحي عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا. طب بالله عليك ده لو مفتح يعمل ايه؟ ده بيحب بودانه، ها بيعشق بايه؟ بودانه. امال لو ربنا اعطاه نعمه البصر كمان كان بالله عليك يفتري على عباد الله؟ فربنا هو اعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحان الله. هو الله لما ياخذ ولدك الصغير، واحد كده يموت ابنه صغير يحزن عليه، وابني سبحان الله العظيم، هذا الولد من رحمة الله. عارف لو كبر يبقى زي ابن نوح يتعبك، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. سبحان الله. فربنا ياخذه عشان يكثر حسناته ويبقى فرط لك على الحوض، وانت تصبر وتعرف معنى الصبر وتقترب من الله وتدعو رب العباد وتتوقف عن الذنوب الله، يبقى حتى المصيبة فيها خير.